في عام 2000 امرأة من كولومبيا اسمها جلايديس سانتا ماريا اختفت فجأة بعد ما راحت تشتري أغراض من السوق. ما حد شافها، لا جيران لا كاميرات لا أي دليل. الشرطة فتشت كل مكان واعتبروها مفقودة. بعد سنتين أعلنوها ميتة قانونياً. عائلتها عملت جنازة وراحوا يتقبلون عزائها وكل شيء انتهى. بس في سنة 2010 رجل شرطة كان يسوي جولة ليلية، سمع صوت صراخ من بيت مهجور. دخل ولقى امرأة مربوطة بالسلاسل وتبكي. تخيل، كانت كلايديس على قيد الحياة بعد 10 سنوات من اختفائها. تبين ان خاطفها كان جارها وكان مهووس بيها، حبها من طرف واحد، ولما رفضته خطفها وخلاها بالسرداب لمدة 10 سنين. كان يطلعها كل أسبوع، مرة تغسل وتمشط شعرها ثم يرجعها. الغريب ان الناس حوله كانوا يظنوه رجل هادئ ومؤدب، بس الواقع كان يخفي إنسانة خلف الجدران. اليوم جلايديس عايشة وتتكلم عن معاناتها وتساعد ضحايا مثلها. قصة حقيقية تثبت أن مو كل الناس اللي يبتسمون قلوبهم طيبة. شوف رأيك، تظن الجار مختل عقليا ولا شيطان على هيئة بشر؟ اكتب رأيك وتعليقات، ولا تنسى تشترك للمزيد من جديدة بعدها.